أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذا اللقاء الأسبوعي المتجدد وحلقة جديدة من إبداعات جنوبية. ما زلنا أعزائي المشاهدين من خلال هذا البرنامج نبحث عن كل ما هو جديد في عالم الإبداع في إقليم جنوب الصعيد. في هذه الحلقة التي نلتقي بها مع أديب من أدباء محافظة سوهاج، سوف نتحدث عن العديد من النشاطات الأدبية داخل مركز دار السلام، وهو إحدى المراكز التابعة لمحافظة سوهاج. ضيف هذه الحلقة هو شاعر يكتب العامية، وأيضا له تجارب في الفصحى وفن الواو. بيترأس ساقية دار السلام الثقافية، وهي إحدى المنتديات الثقافية في محافظة سوهاج. أيضا هناك تقليد اتبعه نادي الأدب، وهو إنشاء برلمان شباب سوهاج الثقافي، وهذا البرلمان أيضا له دور داخل مركز دار السلام. بيسعدنا في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا هو الشاعر حاتم السمان. برحب بيك يا أستاذ حاتم، وأهلا بيك، ونورتنا النهاردة في إبداعات إن شاء الله. اهلا بك يا استاذ عادل، واهلا بالساده اللي معنا في الاستوديو. واشكر القائمين على برنامج ابداعات ثقافيه الذي يقدم فرصه لشعراء الجنوب الذين حرموا الكثير والكثير من الظهور في الاعلام. ونقدم الشكر للقناه الثامنه بما فيها من طيبة بقى، قناة طيبة. قناه طيبه حاليا، ونتمنى ان تصل للعالميه باذن إن الله. شاء الله. أنا بشكرك أستاذ حاتم. أنا مش هبدأ معاك بشعرك، لكن هبدأ. أنا اللي لفت نظري هو ساقية دار السلام. يعني الكل يعرف ساقية الصاوي، هو إحدى المنتديات الثقافية النشطة في مصر، والتي تعتبر حاليا من أهم مراكز الإبداع الثقافي. ساقية دار السلام أسست، أو متى أسست ساقية دار السلام؟ وهل أسست على نفس ساقية الصاوي، أو إحدى أماكن الإبداع والمنتديات الثقافية في مصر؟ ناخد فكرة متى بدأت، وأهم الأنشطة التي تقدمها ساقية دار السلام. ساقية دار السلام أنشئت 27/8/2011، يعني منذ ما يقرب من عام. كانت فكرة إنشاء الساقية وهي الابتعاد عن روتين نوادي الأدب والثقافة، وهي كان هناك عائق يقابل الشعراء الجدد، وهو ضمه كعضو في نادي الأدب. هناك شروط وما زلت يعني أكرر أنها ثقيلة على بعض الشعراء الجدد، أن يكون له عمل ديوان أو يكون له 10 أعمال منشورة بالجرائد. أعتقد هذا عائق، يعني هناك العديد ممن يكتبون الشعر وبإجادة، ولكن لا يملكون فرصة النشر. فأحببت أن يكون هناك مكان ثقافي يجمع الشعراء ولكن دون قيود. من يكتب الشعر يأتي ليلقي شعره، ومن ينشد أيضا صاحب الصوت الجميل سواء في قراءة القرآن أو الغناء، كذلك القصة، والجمهور يحضر في أي وقت. كانت هناك فكرة تراودني أن نخصص مكان خاص لتكون به الساقية، ولكن رحب الأستاذ محمد فقير مدير قصر ثقافة محمد عبد الحميد رضوان بدار السلام أن يكون القصر مقر للساقية، وهي إحدى نشاطات الثقافة. يعني ليست لها مكان لا خاص هو بعيد. لا يعني نشكر القائمين على الثقافة في سوهاج، وعلى رأسهم السيدة فاطمة يوسف. أتاحونا فرصة أن يكون قصر ثقافة محمد عبد الحميد رضوان بدار السلام هو مقر للساقية. آه، وقتها لم أكن رئيسا لنادي أدب دار السلام، فاستطعنا أن ننشر خبر إنشاء ساقية، فمن لديه موهبة في الشعر، في الإنشاد، في القصة، التواجد يوم 27/8 للمشاركة. أنشأنا صفحة على الفيسبوك باسم ساقية دار السلام ومقر قصر الثقافة. أضفت فيها أصدقائي الشعراء والأدباء ومن لهم في الشعر. وبدأنا الليلة الأولى ب5 مشاركين في الشعر وقارئ للقرآن، وكانت اكتشافات جديدة، ومنشد. ال5 الشعراء كان منهم 2 ممن يشاركون في نادي الأدب، وهم زميلي الشاعر ناصر آل توفيق. وكان هناك 2 أو 3 لم أراهم إلا يوم افتتاح الساقية. نعم. بسم الله ما شاء الله، كانت هناك لديهم موهبة جميلة جدا. سعدوا بالفكرة وعودوا الاشتراك معنا مرات ومرات. بدأنا بتطوير الفكرة أكثر وأكثر، أن تكون الليلة الثانية بها أحد الشعراء الكبار كضيف، ونلتقي أيضا بالمواهب وضم أعضاء نادي الأدب بمن يريد أن يشارك.
دعوت الشاعر ده بالمجهودات الذاتية. الذاتية. دعوت بصفة ودية في أعضاء للساعة هناك هناك منسقون، يعني هناك الشاعر القدير زميل أيمن علي رضوان. حتى لا أكون يعني صاحب الفكرة ومترأس الساقية، أعطيته لقب منسق عام الساقية، وهو أكبر مني وشاعر زميل فاضل. وهناك تنسيق إعلامي للساقية يقوم بعمل تشيير للشغل الذي يتم تنزيله داخل صفحة الفيسبوك، وكذلك تجهيز مقاطع الفيديو، وهو الصحفي أشرف السبع والصحفي علاء المازني. وهناك الشاعر ناصر علي توفيق والشاعر كبير ناصر موسى والشاعر حمد الحسيني، أسرة التنسيق. كما أن هناك الأستاذ عبد الرؤوف موسى، وهو مشرف نادي الأدب في قصر الثقافة، هو مفوض معنا من قصر الثقافة بالساقية. وعلى رأسهم أيضا الأستاذ محمد فقير مدير القصر. هذا الهيكل هو الذي يقوم بعمل كل الأعمال الخاصة بالساقية. من الهدف الأساسي بقى لإنشاء هذا المنتدى الثقافي أو ساقية دار السلام اكتشاف المواهب وعرض أشعار الشعراء أو وقصة القص على الجمهور. هناك أيضا على صفحة الساقية على الفيسبوك أعضاء من يعني أعتقد على مستوى الجمهورية من كل المحافظات. كمان هناك من فلسطين. وصل قد إيه عددهم أو المنضمين حوالي 2800 عضو. هناك مسابقة أجريها يعني تقريبا كل شهر، وهي لقب من يفوز بلقب مبدع الساقية. هناك مبدع للشعر العامي ومبدع للشعر الفصحى ومبدع للقصة. بدأنا فيها وكنا نكرم الفائزين بشهادات تقدير كمجهود ذاتي، لأن الساقية ليس لها دعم، تقوم على المجهودات الذاتية. كما أننا بدأنا حاليا في فكرة الشعراء المبتدئين معنا على الساقية أن يرسل العمل إلى منسق إعلام الساقية، ثم نأخذ هذا العمل لتنقيحه ومناقشته الأعضاء اللي هم خارج نطاق دار السلام وسوهاج، ثم نعيد نشر القصيدة عقب تنقيحها مرة أخرى باسم نفس الشاعر ونوجهه. هنتوقف عند هذا الجزء قبل أن نتحدث عن المرحلة الثانية، يعني بعد اكتشاف الموهبة ما هو الدور اللي بتقوم به سيد الصاوي. لكن حتى سيد دار السلام عفوا، حتى يعني نكسر هذا الملل نستمع إلى قصيدة من أعمال الشاعر حاتم سامة. بمناسبة ذكرى استشهاد محمد الدرة، قصيدة أول حصة في يوم الدم. احنا بنحتفل بالذكرى بالضبط. صباح الخير يا ولاد، قيام جلوس وطلعوا كتب الدين، افتح يا ابني صاد 20، اقرا الفاتحة وسورة التين، عرف كل العالم انك طفل وسنك بقى 50، شد حزامك على مريالتك، امسك قلمك هات كراستك واكتب ليه القدس حزين، هات الدرس الأول تاني حاول تفهم منه معاني، تعرف إنك حر سجين، اقلب صفحة وشوف الدرس إيه عنوانه، واوعى يهمك طول الحبس بكرة صلاح يرجع بزمانه، العنوان مكتوب في كتابي هو إيه معنى سلام، قام الدرة بعزم حرة وقال وما خافش سين سلامات علي اتكلم والله لأ مفيش حرية، والمم هي موت تتعلم من موتك معنى الوطنية، أيوة صحيح سين لام ميم، سلم اطلع وارفع صوتك قول للعالم نفسي أعيش، عين لام ميم، علم اتعلم قول واتكلم حقك ضايع عدل مفيش، قام أستاذه باسه وقال له تستاهل تاخد ممتاز، صبح الدرة شهيد القدس لا وكمان أصبح أستاذ.